فاكرين الجزء الرابع من مسلسل المداح؟ لما كان في حرب مع قزح، وفي آخر الجزء المداح مات، ونكتشف في الجزء الجديد اللي هو الجزء الخامس اللي بيتعرض اليومين دول إن المداح رجع مرة تانية من موته. تفتكر بقى يا صديقي، هل ده ممكن يحصل في الواقع؟ يعني مثلا في ناس حقيقية في الواقع رجعت من الموت، ولا دايما بيكون في ثغرة في الموضوع؟ هو ده بقى يا صديقي موضوعنا النهارده، فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ. الحكاية بتبدأ من طنطا في سنة 1897 في مدينة طنطا، اللي كانت وقتها بتبعد حوالي 93 كيلو متر عن القاهرة. كان في يوم من الأيام وفي ساعة مغربية، كان في ست حامل وكانت في حالة ولادة، والجو وقتها كان مليان توتر، والكل واقف على أعصابه مستني اللي جاي ده ولد ولا بنت. الأب والأهل كلهم كانوا واقفين قلقانين وعلى أعصابهم. المهم بعد شوية الست دي خلفت ولد، والولد ده أهله سموه طاهر، وبقى اسمه طاهر محمد، واللي في المستقبل هيبقى اسمه طاهر بيك. محدش كان عارف بقى إن الولد الصغير ده هيكون واحد من أشهر الناس اللي العالم كله هيتكلم عنهم. بس للأسف يا صديقي، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الست اللي كانت بتولد ماتت بعد ما خلفت طاهر بفترة قصيرة، والطفل الصغير اللي كان لسه طالع للدنيا شاف أمه وهي بتودعها، وكأنه كان عارف إن هي مش هتقعد معاه كتير. وأبوه اللي كان اسمه محمد دخل في مشاكل سياسية كبيرة في مصر، فقرر إن هو يهرب مع عيلته من طنطا ويستقر في تركيا، ومن تركيا راحوا لليونان. وفي اليونان بقى يا صديقي طاهر كبر ودرس الطب، وبعد لما خلص دراسته بدأ يهتم بحاجات غريبة. بدأ إن هو يدرس نفسه أكتر وأكتر، ويعرف إزاي جسمه بيشتغل، وإزاي يقدر يسيطر على أعصابه وجسمه بالكامل. والموضوع ده خلاه يوصل لاكتشافات غريبة جدا، زي إنه يقدر يعمل حاجات خارقة للطبيعة. يعني مثلا يا صديقي، في سنة 1926 طاهر قرر إن هو هيعمل تجربة هتفاجئ كل اللي حواليه، وقرر إن هو يدفن نفسه حي تحت الأرض لمدة 28 يوم. أيوة زي ما أنت سمعت كده يا صديقي، 28 يوم كاملين تحت الأرض. والموضوع ده كان حصل في اليونان، وبعد ما أخد موافقة السلطات وقتها جهزوا ليه تابوت مقفول من كل حتة، لدرجة إنه ما كانش فيه حتى خرم إبرة علشان التهوية. وطاهر لما شاف التابوت دخل جوه التابوت وبدأ يتنفس بطريقة معينة، وبعدها دخل في حالة إغماء كاملة. والأطباء اللي كانوا موجودين وقتها فحصوا جسمه بالكامل، ولقوا إن قلبه وقف عن النبض تماما، وإنه مش بيتنفس خالص. والناس اللي كانت شافت الموضوع ده كانت متثبتة في مكانها من الخوف والاستغراب، وما كانش حد فاكر وقتها إن هو ممكن يطلع من النعش ده حي بعد 28 يوم كاملين تحت الأرض. بس هو فضل في التابوت تحت الأرض طول المدة اللي اتحددت، لحد ما جه اليوم اللي قالوا إن هم هيخرجوا فيه، يعني بعد 28 يوم. ولما فتحوا التابوت لقوا إن جسمه متجمد ولونه رمادي، وكلهم كانوا متأكدين إن هو خلاص مات. لكن المفاجأة إن بعد دقايق طاهر يفتح عينيه ويبدأ يتنفس ببطء، وبعد 10 دقايق كان وقف على رجليه زي الفل، وكأنه فاق من النوم مش من الموت. طاهر بعد التجربة دي يا صديقي ما وقفش على كده، لا، ده قرر ان هو يعلى بالمستوى شوية علشان يعمل كذا تجربة تانية تخلي الناس تستغرب اكتر واكتر. يعني مثلا في مرة من المرات في ايطاليا حط نفسه في تابوت، وقال للناس اللي موجودين ان هم يرموه في حمام السباحة. وفعلا يا صديقي الناس حطوا التابوت وطاهر جواه في حمام السباحة، وطلع بعد نص ساعة لما الشرطة جت. وبعد لما طلع اكتشفوا ان هو طلع من حمام السباحة وهو جوه الصندوق وهو لسه حي. وفي فرنسا كرر نفس التجربة، بس المرة دي مش لمدة نص ساعة، ده عملها لمدة يوم كامل، 24 ساعة في حمام السباحة جوه تابوت. والدكاترة كانوا واقفين يتفرجوا على الموقف ده وهم مش مصدقين نفسهم. وكان في صحفي بريطاني اسمه بول برونتون، وده كان وقتها مشهور بكتاباته في الحكايات الغريبة. بول وقتها يا صديقي سمع عن طاهر بيك، وقرر ان هو يروح يقابله شخصيا، لان بول كان مش مصدق في الحكايات اللي بتتقال عن طاهر، فطلب منه ان هو يعمل التجارب دي قدام عينيه. وطاهر فعلا وافق وعمل كذا تجربة قدام الصحفي والاطباء اللي كانوا معاه كمان. وبعد كده حطوه على لوح خشب مليان مسامير، ووقفوا فوق صدره
لكن المفاجأة إن ظهره ما حصلش فيه أي خدش، حتى إن هما غذوه بإبر ودبابيس في جسمه، لكن هنا ما طلعش حتى نقطة دم ولا حس بأي ألم. ولما بول والأطباء اللي كانوا معاه شافوا اللي بيحصل قدامهم كانوا مصدومين من اللي شايفين. ولما سألوه أنت بتعمل كده إزاي؟ طاهر قال لهم إن السر الوحيد في الليلة دي كلها إن هو بيضغط على مراكز عصبية معينة في الجسم، وإن أي شخص يقدر يعمل الحاجات دي لو اتدرب كويس. بالمناسبة طاهر كان دايما بيقول إن هو مش ساحر، وإن الحاجات اللي بيعملها دي ليها تفسير علمي، لأن هو كان بيؤمن إن في قوة كبيرة في العقل البشري، وإن الإنسان يقدر يسيطر على جسمه بطريقة خارقة لو فهم أسرار. وهو قال إن هو اتعلم الحاجات دي من خلال تدريب طويل وصعب، وإن أي حد يقدر يعملها لو اتدرب زيه. بس بعد كمية التجارب دي وبعد ما العالم كله اتكلم عنه، يموت طاهر وهو لسه محتفظ بأسراره. ولو انت فاكر يا صديقي ان دي اغرب قصة انت ممكن تسمعها، احب اقولك في قصة تانية اغرب بكتير. وتعالوا كده نتقدم بالزمن قدام شوية، تحديدا سنة 1961 في قرية اسمها قرية بني مراس موجودة في المنصورة. وقصتنا بتبدأ لما يصحى سكان القرية دي على خبر وفاة واحد اسمه سعد الترابي. الخبر اللي أهل القرية كلهم استقبلوه بالزغاريت والاحتفال، وهم كانوا عملوا كده لأن الشخص ده كان مصدر رعب حقيقي وأذى كل أهل القرية. لأن سعد الترابي ده كان دجال صيته مسمع في المنصورة كلها، وأي حد كان بيفكر بس إن هو يعارضه في أي حاجة أو يدخل معاه في أي مشكلة كان ممكن يتجنن أو ينتحر أو يقتل حد وهو مش في وعي. وده لأن اللي اتقال إن سعد الترابي كان بيمتلك عشيرة كاملة من أكتر أنواع مخلوقات الجن شر وأذى، واللي سهل عليه جدا إن هو يستخدمهم ضد أي حد عاوز يأذيه. وده اللي خلى أهل القرية يتجنبوه تماما ويتقوا شره كمان، لأن اللي كان بيعمل عكس كده كان مصيره بيكون زي ما أنا قلت من شوية، انتحار أو جنون، أو إنه ممكن يقتل حد من أقرب الناس ليه وهو مش في وعيه. بس في وسط اللي كان بيحصل ده كان في واحدة ست على طول بتتردد على بيت سعد باستمرار، واللي رصدها بعض الناس لفترة طويلة. والغريب بقى إن الست دي كانت دايما بتدخل وبتخرج من عنده وهي مغطية وشها كأنها مش عاوزة حد يعرفها أو يشوفها. وبرغم إن هي حتى لو كشفت عن نفسها برضه محدش هيعرف يتعرض لها أو حتى يقرب لها بكلمة، لأنها ساعتها هتقول لسعد على اللي حاول يضايقها أو يتعرض لها، لأنه ببساطة الشخص ده هيتأذي. بس أنا عاوز أقولك إن الست دي ما كانتش بشر أصلا، أيوة زي ما أنت سمعت كده بالظبط اللي مش بشر. وهقولك ليه يا صديقي. في ليلة من الليالي وتحديدا وقت الفجر خرج واحد من الفلاحين لأرضه اللي كانت تقريبا قريبة من بيت سعد الترابي علشان يعني يروي الزرع بتاعه. والفلاح ده قال إن هو كان راكب على الحمار بتاعه ورايح ناحية الأرض، وبمجرد ما قرب من بيت سعد يتفاجئ بنفس الست اللي شافها أكتر من مرة داخلة عند سعد، بس المرة دي شافها واقفة في وسط الطريق ومش بتتحرك، واقفة زي التمثال. ولما هو حاول يقرب منها علشان يعرف هي محتاجة ايه او محتاجة مساعدة يمكن هو يقدر يساعدها، خصوصا ان الوقت ساعتها كان متأخر جدا ومفيش حد في المكان خالص. ولما قرب منها علشان يعرف لو محتاجة حاجة يقدر يساعدها بيها، بس وهو بيقرب ليها اتفاجئ ان الحمار اللي راكب عليه رافض يتحرك ناحيتها نهائيا ومكلبش في الارض برجله بطريقة غريبة واول مرة يشوفها. والراجل حاول مع الحمار ده اكتر من مرة لكن الحمار كان رافض ان هو حتى يرفع رجله من على الارض، وكان بيصدر منه اصوات غريبة كمان. ولما الراجل ملقاش ان في فايدة نزل من على الحمار علشان يشوف ايه قصته، لكنه اول ما عمل كده لقى الحمار طلع يجري باقصى سرعته لحد لما اختفى من قدام عينيه نهائيا. ولما الراجل شاف اللي حصل ده ضرب كف على كف وقرب هو من الست وسألها ايه اللي موقفها كده او لو هي على الاقل محتاجة اي مساعدة، لكنه يتفاجئ اول ما يقرب منها ويبص على رجليها علشان يلاقيها شبه رجل الحمار اللي كان راكبه بالظبط. وقبل ما يصدر منه اي رد فعل تكشف الست دي الطرحة اللي كانت مغطية بيها وشها علشان يشوف وش الكائن اسود شبه سواد الليل، مفيش فيه اي ملامح غير عيونه اللي كانت صغيرة
ومنورة. ولما الراجل ده شاف المنظر المرعب ده ملحقش أصلا إن هو يعمل أي حاجة، لأنه لما شاف المنظر ده طب ساكت. بس لولا ستر ربنا والناس اللي لحقته كان زمانه دلوقتي رايح فيها. وبعد اللي حصل ده الراجل عاش باقي حياته لسانه تقيل ومش بيعرف يتكلم بشكل طبيعي بسبب اللي حصل. لكن من بعد الواقعة دي ومن بعد اكتشاف الناس حقيقة الست دي بطلت تظهر تماما من بعدها وما بقاش حد يشوفها. بس برضه برغم اللي حصل ده كان في حاجة غريبة شوية، وهي إن خلال فترة تردد الست دي على بيت سعد التربي كان هو وقتها مختفي تماما وبدون سبب واضح. حتى بعد لما الست دي اختفت برضه سعد ما كانش بيظهر برضه. والموضوع ده ما كانش يوم ولا 2 ولا أسبوع ولا حتى شهر، لا ده دخل في شهور كتير ومحدش كان عارف ايه سبب الاختفاء ده، لدرجة ان الناس شكت ان هو ممكن يكون مات. وفعلا شكهم كان في محله، وده بعد لما مجموعة منهم قرروا ان هم هيروحوا بيته يشوفوا ايه الحكاية. لما الناس قرروا ان هم يقتحموا البيت ودخلوه يتفاجئوا بان سعد التربي جثته متحللة في قلب الحمام وهو مش لابس اي هدوم، وكان موجود جنبه ازايز صغيرة مليانة دم. كان موجود كام شمعة حواليه يظهر ان هو كان مولعهم كأنه كان بيمارس الطقوس بتاعته، ومات وهو بينفذها. وريحة البيت وقتها يا صديقي عنده كانت بشعة ومحدش كان متحملها. وكمان الناس شافوا ان البيت مليان رؤوس حيوانات، والوضع حقيقي كان غريب ومرعب، لدرجة إن الناس قالوا إن هم أول مرة يشوفوا المناظر دي سواء في رؤوس الحيوانات أو شكله اللي كان موجود في الحمام. ومن بعد اللي حصل ده وبيته محدش كان بيقرب منه، لأن في أكتر من واقعة اتقال إن في ناس شافت نفس الست اللي كانت بتظهر قبل كده كانت موجودة قدام بيت سعد التربي، فالناس كانت بتترعب حتى ان هي تقرب من البيت اصلا. بس برضو في حاجة اغرب من كل اللي اتقال قبل كده ده، والاغرب بقى يا صديقي هو ظهور سعد التربي بعد اكتر من سنة من موته. وده حصل بعد ما حارس المقابر اللي كان مدفون فيها سعد حس بحركة غريبة عند القبر بتاعه، ولما راح علشان يشوف في ايه لقى سعد بنفسه واقف قدام قبره وباب القبر بتاعه مفتوح، وكان واقف من غير هدوم زي ماما والدته بالظبط، وكان عمال يتكلم بصوت واطي كأن في حد واقف قدامه بالظبط وبيتكلم معاه. الراجل التربي لما شاف المنظر ده قدامه طلع يصرخ ويجري في البلد كلها، وكان بيقول سعد حي، سعد التربي حي. لف البلد كلها وهو عنده حالة عصبية من اللي شافه، لدرجة ان الناس افتكرته اتجنن. بس لما الناس راحت عند القبر علشان تتأكد من اللي حصل لقوا فعلا القبر بتاعه مفتوح وجثته مش موجودة. والناس وقتها قالت ان الجن اللي كان بيخدمهم هم اللي سرقوا جثته، وفي ناس تانية قالت ان الحارس بتاع الترب هو اللي افتعل القصة دي علشان ما حدش يتهمه ان هو اللي سرق الجثة، لان بكل بساطة مفيش حاجة اسمها ان حد يرجع من الموت، والكل اقتنع بكده. بس كل ده بيتغير لحد لما يصحى اهل البلد كلهم في يوم من الايام على حريقة كبيرة في بيت سعد التربي، حريقة رغم ان مفيش حد ساكن في البيت اصلا. وتروح الناس بسرعة علشان تطفي الحريقة دي، ويحصل وقتها حاجة مرعبة بالمعنى الحرفي للكلمة. في اكتر من 25 شخص قالوا واقسموا ان هم شافوا سعد التربي معاهم موجود وسط الناس اللي كانت بتطفي الحريقة. والغريب هنا بقى يا صديقي ان الكل اجمع ان عينه جت عليه مرة واحدة وما شافوهوش بعدها تاني، علشان يفضل سعد التربي لغز محدش قادر يحله ولا حد عارف هو حي ولا ميت. وبس كده يا صديقي، ده كان اللي عندي النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه لو الفيديو عجبك، وما تنساش تكلمنا على الانستجرام لو عندك اي ملاحظه على الفيديوهات او حابب نقول اي قصه جديده، وكل الروابط هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. فبس كده، كان معكم امين اشرف، اشوفكم الفيديو الجاي. قصص منسية مدفونة تحت التراب، ومين يحكي عن كل سر وكل باب، وأمين جايبك الرعب في كلام، حكايات جديدة ومن قلب الظلام، قصص حقيقة هتخليك تخاف، كل كلمة بتحفر فيك خوف وضياع، من حارة مهجورة شارع مليان أسرار، بنسمع حاجات تخلي العقل يحتار، وأمين فاهم يعرف المستخبى، يحكي عن ماضي يفتح فينا باب الرعب.